ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده معانا فيديو جديد ومعانا طاقة جديدة. بس عايزة في الاول اوضح لكم نقطة مهمة علشان تسمعوا وانتوا فاهمين. احنا مش كتير بنتكلم عن طاقات الاشخاص الجدد، لان دايما الطاقات اللي بتكون عالية وبتكون واضحة قوي بتكون طاقة اشخاص موجوعين، والاشخاص اللي بيدوروا على رسالة من شخص معين، فدي اللي بتكون معانا اغلب الوقت. ولما بيظهر لنا طاقة شخص جديد بشكل واضح بنبدأ نتكلم عنها. ولما برضو بنتكلم عن طاقة الشخص الجديد الكلام مش بيكون طويل. ليه؟ لأن لسه مفيش تواصل عميق مع الشخص ده يخلينا نقدر نعرف تفاصيل أدق عنه، لكن بالرغم من كده بتظهر لنا إشارات مهمة وتفاصيل أساسية محتاجين نوضحها علشان تساعدكم تفهموا أكتر. فأنا حبيت أوضح لكم النقطة دي من البداية علشان تكونوا مستوعبين. يلا بقى نتكلم عن طاقة الشخص الجديد. أول حاجة خليني أقولك إن الشخص ده دخوله حياتك هو مرتبط بمرحلة كنت أنت محتاج فيها بداية جديدة، أو كنت تعبان فيها من علاقات سابقة، وبتسأل نفسك هل لسه في أمل إني ألاقي حد صادق؟ الشخص ده وجوده بيديك إحساس إن في حاجة بتتغير في مسارك، وكأن الحياة عايزة توريلك صورة مختلفة عن الحب أو العلاقات، لأن تقريبا الدنيا بقت مظلمة قوي في عينيك. طيب الشخص ده شايفك فين أو هيشوفك فين؟ لأن في ناس بالفعل بدأت وشافت الشخص ده، ولسه ال ال الأغلبية بقى هم لسه ما دخلوش في الطاقة دي، فلسه هتبتدي. طيب هو هيشوفك فين؟ واضح انه هيكون في مكان، يعني في حاجة انت بتعملها يومية، او يعني هو هيكون في مكان ثابت، يعني مكان واقعي، يعني شغل او مكان مثلا انت بتدرس فيه حاجة. شايفة برضو ان في ناس منكم تكون بتقعد كده في كافيه او حاجة زي كده، او حتى يعني من خلال معرفة مشتركة. احنا هنشرح كل ده دلوقتي يعني بالتفاصيل في القراءة. هو الواضح انه يعني زي ما قلنا هيكون في مكان عام، في ناس كتير، في كلام كتير، فاهمين؟ مش موقف يعني درامي او خيالي، بالعكس انا شايفة ان هو هيكون حاجة عادية. بس الفكرة بقى ان عين الشخص ده هتتشد ليك جدا. وانا هنا لما بقول عينه هتتشد ليك مش بالضرورة خالص يكون بالمظاهر، ولكن بالطاقة. في طاقة جواك بتجذب الشخص ده. يمكن حس انه هيلاقي فيك حاجات هو نفسه كان بيدور عليها. بصوا، انا شايفة ان هنا الشخص ده مش هقولك اللي هيشده فيك بقى انت كنت لابس بشكل معين او عينيك فيها حاجة او مش عارف ايه، لا انا شايفة ان في طاقة كده بتجذبه، هو مش عارف هو مشدود ليه اصلا. اوكي، اللي لفت نظره ليك ان الشخص ده هو مش من النوع اللي بينجذب بسرعة لمجرد شكل زي ما قلنا، لكن اللي شد انتباهه فيك كان حضورك او هيبقى حضورك. يمكن هيشوف انك مختلفة عن الناس اللي حواليكي، طريقة كلامك، ممكن هدوءك او حتى طريقتك في التعامل. على فكرة يا جماعة، انتوا عندكم هالة قوية جدا ما شاء الله. يعني انتوا مش بس ملفتين للنظر لكن كمان ملفتين للطاقة. وجودكم لوحده بيعمل تأثير، واللي حواليكم بيحس بده من غير ما تتكلموا. حضوركم ده لفت انتباهه جدا، لان هو كمان الشخص ده عنده طبع بيركز قوي في التفاصيل الصغيرة، زي مثلا انت ازاي بتبصي، نظرات عينيكي ازاي واقفة، حتى طريقة تعبيرك كده بجسمك. يعني بيفهم، انا شايفة ان الشخص ده مهتم جدا بلغة الجسد وبيفهم فيها جدا.
الشخص ده بيعرف يلقط كده حاجات ممكن ما يلاحظهاش حد غيره. دي برضو انتوا حاجة يعني من علامات الشخص ده ان هو يكون بيركز في لغة الجسد جدا. طيب هو ليه هيشوفك مختلفة او شايفك مختلفة؟ لان هو شخص متعود ان معظم الناس بتتصرف بطريقة متكررة، والناس بتحاول تبين احسن صورة ليها قدام اللي حواليها، فاهمين؟ يعني شوية تصنع كده. لكن لما جه يشوفك او شافك او هيسمع عنك، حس ان فيك حاجة مختلفة، حاجة مش مألوفة. لو مفيش بينكم تعامل بشكل مباشر، هو واخد باله من طريقتك مع الناس. لو بيشوفك من بعيد، لو احنا زي ما قلنا انت بتقعد في كافيه او بتدرس في مكان وهو عينه عليك، فهو مراقب حركاتك وشايف التعامل بتتصرف ازاي مع الناس وكده. شايف انك بتتصرف بعفوية ومن غير تصنع، وانك شخص حس ان انت عندك صدق كده في التعامل، وده لفت نظره جدا. طيب لو في اصدقاء مشتركين بينكم، فهو بيسمع عنك كلام كويس، بيسمع عنك كلام طيب وكلام بيدل على انك شخص محبوب ومقبول، من غير ما تبذل مجهود علشان تسيب انطباع معين عند الناس. النقطة دي أنا شايفة إن هي مأثرة فيه جدا، لأنها بالنسبة له علامة نادرة. يعني احنا زي ما قلنا هو بيشوف إن اللي حواليه كتير بيتصنعوا، وانت ما عندكش النقطة دي خالص. هو شايف ان انت حد حقيقي وبتتصرف براحتك كده من غير حسابات، وده اللي خلاه برضو يسأل نفسه، او هيكون عنده سؤال: ليه الشخص ده جه في حياتي دلوقتي؟ وعلى فكرة انا حاسة برضو ان انتوا هيبقى عندكم نفس السؤال ده، بس وانتوا بتسألوا السؤال ده هتكونوا بتسألوه كده من منطقة قلق او حذر، لان انتوا برضو مريتوا، شايفة ان انتوا كان في علاقة في حياتكم مش احسن حاجة خالص، والناس اللي ما كانش فيه في حياتها علاقة سببت لها ألم. انا شايفة ان انتوا قعدتوا كتير قوي، او قعدتوا فترة طويلة قوي من غير ارتباط، او يعني ما كانش في حد في حياتكم الحقيقة. دي برضو طاقة واضحة جدا. طيب ايه العلامات المميزة اللي هتعرف بيها الشخص ده بقى لو هو بقى في حياتك او لسه هيدخل حياتك؟ انت هتلاحظ ان الشخص ده عنده تواصل بصري فظيع، يعني في تواصل بصري منه ثابت كده من غير ما يبقى مزعج. يعني هو بيركز قوي في نظرات العينين على فكرة، وتعبيرات الوش، بس مش بطريقة تربكك، لا هو ليه كده طريقة هادية، بس انت هتاخد بالك منها لان احنا هو قلنا، فدي حاجة هتلفت نظرك. اوكي، ممكن تلاقيه وانتوا بتتكلموا بياخد ثواني كده، يعني الرد بتاعه مش بيبقى حاضر على طول، يعني مش بتقول حاجة وتلاقي اوان بيرد، لا بياخد ثواني كده قبل ما يرد. يعني حاساه اللي هو بيفلتر الكلام شوية قبل ما يقوله، وبيركز في كلامك برضو. زي ما قلنا بيلاحظ تفاصيل صغيرة قوي، يعني طريقة جلستك، يعني قعدتك، حركة ايدك. شايفة والله انه يعني كمان ممكن يكون بياخد باله من معدل تنفسك، وبيفهم منها اذا كنت انتي مرتاحة معاه ولا لا. يعني مش عارفة، تركيزه عالي قوي بصراحة، مش عارفة، هنشوف دلوقتي بيشتغل ايه ده. الشخص ده شايفاه كمان بيميل في القعدات، يعني او في الاماكن بيميل قوي ان هو يقعد في مكان يكون شايف منه كل الناس، او شايف القعده كلها. مش عارفه ظابط ولا ايه، بس عامه انا شايفه الشخص ده بيحب التحليل قوي ودقيق جدا. هتلاقي موبايله غالبا طول الوقت سايلنت، طول الوقت. انا معرفش ليه ظهر لي كده، بس يعني لازم اقولها. على فكره يا جماعه، العلامات اللي انا بقولها دي عفوا،
مش شرط ان هي كلها تبقى في شخص واحد، لا، يعني في كام حاجة كده هي كام علامة كده هتكون مميزة وهتقدر تعرف بيها الشخص ده، مش كل دول في شخص واحد. اوكي. طيب العلامة اللي بعد كده ممكن هتلاقي آه ان هو بيلمس دقنه كتير وقت التفكير، يعني دي علامة برضو هتكون واضحة بالنسبة لك. طريقة كلامه هتكون مرتبة قوي، هتلاقيه كمان ممكن يعيد صياغة كلامك تاني. يعني انت مثلا لو قلت حاجة هيقولك انا فاهم قصدك لما قلت كذا كذا كذا، ويبدأ يعيد تاني الكلام اللي انت قلته. اوكي. انا بس يعني حبيت اشرح لكم. آه الشخص ده بيسمع كويس قوي، يعني وانت بتتكلم هو بيكون منتبه جدا جدا للي انت بتقوله، يعني الإصغاء عنده حقيقي، بيكون مركز جدا في كلامك. شايفة برضو ان هو لما بيكون معجب بحاجة، يعني معجب بصفة او معجب ب- بحاجة يعني فيك عامة، هو بيعبر عنها، بيعبر عن اعجابه ده، ولكن بشكل كده ناضج، يعني بشكل واضح من غير مبالغة. يعني مش بيعبر بقى بغزل وطريقة تحسسك بارتباك شوية، لا، بيقول اللي عاجبه بس بطريقة كده يعني واضحة، ومش مش مبالغة يعني. طب انا شايفة ان الشخص ده يعني ممكن يكون بيشتغل بتركيزه وتحليله التدقيق ده، ممكن يكون بيشتغل HR او PR مثلا. ظهر لي بس ان هو ممكن يكون برضو مدرب جيم او علاج طبيعي. في منكم برضو ناس هنا ممكن تكون بتروح تعمل علاج طبيعي، ممكن يكون الشخص ده من هناك او حاجة، او ممكن يكون بيدرس حاجة مثلا. ظهر لي برضو ان هو ممكن يكون account manager. يعني دي كل الحاجات اللي ظهرت لي، يعني الوظائف اللي ممكن يكون الشخص ده فيها، وبرضو مش بالضرورة. آه انتوا واضح جدا ان انتوا بتخرجوا، او الناس اللي لسه ما خرجتش من البيت، او لسه ما بقاش في تعامل ليها بره، انتوا هتطلعوا من القعده دي، او هتطلعوا من التكتيفه اللي انتوا فيها دي، لان الشخص ده انتوا هتقابلوه بره. في ناس منكم هنا زي ما قلنا انتوا بتحبوا تقعدوا في مكان معين، كافيه او حاجه، او بتروحوا جيم، او في حد بيعمل علاج طبيعي، في حاجه زي كده، او في تجمع، في ناس مشتركه بينكم. يعني انتوا هتقعدوا في تجمع كده، هتكون في ناس مشتركه بينكم. في حاجة كمان ظهرت لي بس دي مش لكتير بقى، يعني مش لكتير خالص. انتوا هتعرفوا الشخص ده او هتتعرفوا عليه من هيكون اونلاين. يعني انا شايفة ان انتوا ممكن مثلا هتعلقوا على بوست او حاجة هتتشاركوا فيها اراء، يعني حاجة عامة كده، انتوا هتكومنتوا على حاجة وهو كمان، فانتوا يعني هتتعرفوا على منصة يعني. بس الشخص ده مش هتلاقيه بيكلمك بفوضوية، يعني لا، انا شايفة ان هو هيكون في محادثة بينكم بشكل ناضج يعني. طيب آه، ليه آم، ليه الشخص ده دخل حياتك دلوقتي؟ هو انتوا ليه، انا حسيت ان في طاقة ناس كده مرتبكة منكم، يعني او مش مصدقين، حاسين ان هي حاجة خيالية قوي، او انتوا بتقولوا لا احنا ما بنطلعش وقاعدين، مفيش حاجة ممكن زي دي تحصل. بلاش الكلام السلبي لو سمحتوا،
لان انا قلت انتوا هتطلعوا، انتوا لسه الطاقة دي هتجيلكوا، خلاص هتحسوا بنفور من ثباتكوا، وانتوا هتعملوا حاجة. اوكي. طيب ليه الشخص ده داخل حياتك دلوقتي وفي اي مرحلة تحديدا؟ اهو بقى هنتكلم. الشخص ده بيدخل حياتك بعد ما تكون او تكوني انتي خلصتي دايرة قديمة من الان اوف، او زهقتي من اللا وضوح وبدأتي تشتغلي على نفسك. طيب انا شايفة كمان انه ممكن يكون بعد ما عملتي تغيير عملي، يعني روتين جديد بقى، كورس، شغل، جيم، او حتى ترتيب بيتك، روتين نومك، ده اقل حاجة، انتوا في تغيير بيحصل. طيب بعد ما طاقتك بقت اوعى وحدودك بقت اوضح، انا شايفة ان انتي شايفة ان انتوا نهيتوا علاقة، نهيتوها بشكل واضح وصريح، ما فيهاش حتى ممكن يعني الباب موارب او حاجة. طيب انا شايفة ان انتوا دلوقتي حتى لو دخلتوا علاقة، انتوا مش حاساكوا هتبقوا مستعجلين على المسميات قوي، مسمى العلاقة ايه، على قد ما انتوا عايزين تحسوا ان انتوا مرتاحين، فاهمين؟ انا حاسة ان انتوا جاهزين تتعرفوا على الشخص اللي قدامكم بطريقة صحية وبطريقة صح، وجاهزين ان انتوا كمان تتعرفوا صح. اوكي. التوقيت غالبا بيجي مع نقلة صغيرة، يعني الشخص ده هتقابله امتى؟ هو هيكون مع نقلة كده صغيرة في حياتك انت عملتها خلال اخر اسابيع. يعني عشان برضو بقى ما عيدش الكلام تاني، انت عملت عادة صحية بقى، اشتغلت على قيمة الاستحقاق عندك، بعد ما تكوني قطعتي او نهيتي مقارنة بالماضي، وعملتي تنظيف طاقي. في ناس منكم برضو بتعمل تنظيف طاقي، شايفة ده؟ دي برضو كلها علامات ان دول الناس اللي داخلين في الطاقة الجديدة. طبعا مش كل اللي بيسمعوني، الناس اللي اشتغلوا على نفسهم بس. طيب هدف دخوله ايه في حياتك؟ انا شايفه ان الشخص ده جاي يعكس لك شكل علاقة ناضجة، جاي يقولك ان دي علاقة مستقرة، بيساعدك انك تعيش حب واعي مبني على تواصل واتساق، مش علاقة كلها شد وجذب زي اللي فات. طيب الشخص ده ممكن يعمل معاك ايه، او ممكن ايه اللي يكون في نيته؟ انا شايفة ان هو هتكون بدايته هادية، يعني هادية كده ومنتظمة. لما بيكون مثلا عايز يقابلك او تقعدوا في مكان، بيكون في دعوة واضحة لمقابلة في مكان كده محترم. آم، شايفة الشخص ده مواعيده منضبطة جدا، بيهتم جدا بالمواعيد. يعني خلي بالكوا لو انتوا عندكم مشكلة في المواعيد دي، برضو حاولوا ان انتوا تظبطوها شوية. شايفة انه مش هيضغطك، آم، هيكون واضح معاك الحقيقة. يعني انا شايفة ان هو بيسألك عن حدودك من بدري قوي. يعني ايه حدودك؟ بتحب التواصل قد ايه؟ ايه اللي بيريحك؟ انا شايفة ان دي اسئلة ممكن تتسأل ليكوا منه. هو حابب يتعرف عليك بشكل ناضج، يعني مش شايفة ان الشخص ده هيكون بيوعد كتير او بيديك امل كتير، لكن افعاله بتكون ثابتة، يعني ما بيتكلمش، بيفعل، فاهمين؟ أه ما يعني كلها والله حاجات، يعني شايفة ان هو لو قال ان هو هيكلمك، يعني مثلا بتتكلموا وحصل قطع للاتصال، او قالك هرجع اتواصل معاك تاني، فعلا بيرجع يتواصل معاك تاني، مش بيقول هكلمك وبعد اسبوعين بقى، لا. أم، لما بيتفق على ميعاد بيوفي بالميعاد ده. أم، شايفة انه بيقدر جدا صراحتك جدا، يعني وبيحب الصراحة كمان. يعني الشخص ده مش بيحب يلف ويدور كتير. ممكن الشخص ده برضو يكون طالع من تجربة زيكم على فكرة. شايفة ان انتي لو قلتيله
ناخد وقتنا في التعارف، او خلينا نمشي خطوة خطوة، لان انا شايفة في منكم هتقولوا كده، مش هتبقوا مستعجلين او هتبقوا حذرين جدا من الاستعجال. فلما تقولوا كده هو مش هيحاول يجرك لسرعة مش مريحة او يخليك تقلق. بالعكس انا شايفة ان هو هيقدر ده جدا يعني. الشخص ده اكتر صفة واضحالي عنده بتتكرر كتير قوي، انه بيركز في التفاصيل جدا يا جماعة. وانا شايفة ان دي نقطة مشتركة بينكم انتوا الاتنين، لان انتوا كمان بتركزوا في التفاصيل وبتهتموا بالتفاصيل قوي، سبحان الله يعني. طيب الاشارات بقى اللي بتأكد لكم ان هو ده، انت هتلاقي ان هو بيفتكر تفاصيل صغيرة قلتها، انت قلتها عنك. يعني انت مثلا قلت ان انت بتحب تشرب حاجة معينة، او انت ميعاد شغلك من كذا لكذا، او انت قلت مثلا ان انت في مكان كده معين بتحب تشتري منه حاجة معينة. فهتلاقي الشخص ده فكر الحاجات دي جدا وبيهتم بيها قوي. هو هتظهر منه كده تلقائي، مش ان هو هيكون قاصد انه يقولك بص انا واخد بالي ازاي، لا ده مش هتلاقي منه ده. هو هتلاقي ان هو فاكر الحاجات دي، انت اللي هتلاحظ ان هو فاكر يعني، فاهمين؟ هو مش هيحاول ان هو يثبت لك ده او يبين لك ده، هي هتحصل منه كده بشكل تلقائي. شايفة ان في ناس ممكن مثلا هتتكلموا معاه عن حاجة انت مهتم بيها، يعني لو مثلا في حاجة انت بتهمك قوي واتكلمت معاه فيها، هتلاقيه بعديها مثلا بيبعت لك مقال او بوست خاص بالشيء ده، او حتى بودكاست متعلق بالشيء اللي انت حكيته. انا شايفة ان هو يكون مهتم يفهم العالم بتاعك قوي يعني الحقيقة. الشخص ده بيعرف يختار اماكن هادية، بيحب هو الاماكن اللي هي للطلعات او الخروج، بيحب اماكن هادية، ما بيحبش الاماكن اللي فيها زحمة. وانا شايفة ان انتوا ممكن برضو تكون دي نقطة تانية مشتركين فيها، انتوا كمان مش بتحبوا الاماكن الزحمة او الاماكن اللي فيها صوت عالي او كده، انتوا برضو مش بتحبوا كده. وهو بيحب يختار اماكن حلوة وهادية. طيب الشخص ده متكلم، بيسهل الحوار يعني، فاهمين؟ مش هتحسي ان انتي قاعده معاه مش عارفه تقولي ايه او مش عارفه تبداي منين، لا هو بيتكلم طاقته خفيفه جدا، هتحسي ان الموضوع سلس يعني. في بقى نقطه، انا شايفه ان دي اهم نقطه النهارده، وعشان هي كمان تحذير. الشخص ده بيكره حاجه اسمها العاب نفسيه، يعني ما بيحبش لعبه الاختفاء والظهور. انا شايفه ان هو لو مثلا محتاج يومين او محتاج وقت ان هو يفصل شوية، مش اللي هو هيلطعك بقى تبعت مسجات وما يردش او تتصل بيه وما يردش، لا انا شايفه ان الشخص ده بيقول ان هو محتاج وقت وبيبعد. ده لو هو مثلا يعني اتحط في الموقف زي كده انت هتكون فاهم، هو بيفهمك. اوكي، انتوا بقى لو فكرتوا ان انتوا تلعبوا معاه في حتة التقل شوية، انه مثلا يكلمك وتعملي انك مشغولة وما ترديش، على اساس يعني ما تبانيش ان انتي مدلوقة، او انتي مش عايزة تبيني بقى ان انتي مدلوقة. خلي بالك ان الشخص ده ذكي جدا وبيلقط الطاقة، فما تعمليش معاه اللي انتي مريتي بيه قبل كده في طاقة توكسيك وفي علاقة توكسيك. فهماني؟ انتي مريتي بالكلام ده، فانتي خايفة تقعي تاني في نفس غلطاتك وتبقي متسرعة او تردي على طول او الكلام ده، فهتاخدي حذرك مع الشخص بقى الصح. فلا، خليكي متوازنة، ما تعمليش كده، عشان انتي لو عملتي كده انا بقولك ان انتي مش هتشوفي الشخص ده التاني. اوكي؟ لو مثلا بعتلك رسالة وانتي عندك وقت تردي او التليفون في ايدك ومفيش مشكلة ان انتي تردي، ردي رد بسيط خالص، يعني مش لازم تبيني ان انتي حد بقى مستني الرسالة دي وما صدقتي، لا. ولو مشغولة بعد ما ترضي ابعتي اعتذار ان في الوقت ده كنت مشغولة ما شفتش التليفون او حاجة زي كده،
ده برضو تقدير، يعني لازم يكون في تقدير واحترام. دي مش يعني عايزه اقول ان ده مش هيبينك ان انت شخص مدلوق، بالعكس، ده الاتزان يا جماعه في العلاقه. النقطه دي انا حبيت اوضحها لان في منكم هنا انا شايفه ان انت هتحاولي تاخدي حذرك عشان ما تغلطيش نفس الغلطات اللي كانت، وهتقعي في الغلط ده. فبلاش ان انتوا تقعوا في الغلط ده، لانها مش هتبان ان انتي بتاخدي حذرك، هي ممكن تبان بطريقة غلط خالص او ما تتفهمش. فبس خلي بالكم وخليكم على طبيعتكم خالص. انا عارفة ان في ناس منكم هنا هتقول هو يعني الشخص ده ما فيهوش عيوب، ده ايه ده يعني كله مميزات كده؟ وانا هنا هرد عليكي واقولك لا طبعا، كلنا بشر وكل واحد فينا عنده مميزاته وعنده عيوبه. بس خلي بالك من نقطة مهمة جدا، حضرتك ما كنتيش في علاقة سهلة قبل كده، انتي اتاخد منك كتير وتعبتي كتير، ويمكن مريتي بأصعب اختبارات، وفي الآخر اتعلمتي منها، واتعلمتي منها دروس تقيلة. اتعلمتي ازاي تحطي حدود، وعرفتي قيمة نفسك كويس قوي، واشتغلتي على طاقتك. فهل منطقي بعد كل الدروس دي ربنا يبعتلك نفس العلاقات المؤلمة تاني؟ لا طبعا. اللي بيحصل انك لما تتعلمي وتشتغلي على نفسك وتطلعي من الدوامة دي، بتستقبلي النتيجة اللي انت تستحقيها. والشخص الجديد ده ممكن يكون انعكاس للتطور اللي انت عملتيه جواكي. يعني هو مش جاي يكمل سلسلة التعب، بالعكس، جاي يوريكي ان في حب اهدى، وان في طاقة اصدق، ومعاملة انضج. فاطمني انك مش بتعيدي نفس السيناريو تاني. الطاقة دي مش جاية للناس اللي قاعدة مكانها، مش جاية للناس اللي لسه متعلقة في علاقة توكسيك. الطاقة دي جاية للناس اللي اشتغلت على نفسها. استقبلي الطاقة الجديدة بقلب هادي وحدود واضحة. ما تستعجليش انك تحطي مسمى للعلاقة من اول اسبوعين، وسيبي الاتساق بينكم يثبت نفسه. خدي بالك من نفسك ومن يومك. وعايزة اكلمكم كمان في النقطة دي. معلش لو طولنا النهاردة، بس لازم نتكلم بقى عننا احنا كمان شوية وندردش مع بعض كده، مش بس ان احنا نقعد نتكلم عن الاطراف التانية وخلاص. اسمعوني، انا هنا لما قلتلك خدي بالك من يومك، دي نقطة ناس كتير مش بتاخد بالها منها. وده وقتها لما شخص جديد بيدخل حياتك، طبيعي جدا في بداية التعارف كده، اللي هو في البداية خالص، هيقولك ايه لما يجي يتعرف عليكي او يسألك عاملة ايه؟ بعدين هيقولك يومك ماشي ازاي، او بتعملي ايه في يومك بقى. ما هو تعارف. السؤال ده بسيط لكن مهم جدا، لانه بيكشف لك قد ايه اذا كانت حياتك مليانة او فاضية، وبيبين هل عندك شغف، بيبين انت عندك حاجة شغالة عليها ولا لا. الموضوع لما بقولك خلي يومك مشغول، او ان انت يكون عندك شغف لحاجة او حاجة شغالة عليها، الموضوع هنا مش محتاج ان انت تبقي وزيرة ولا تبقي سفيرة ولا تبقي عاملة انجازات ضخمة، لا. لكن لازم يكون عندك حاجة فعلا بتشتغلي عليها، او نشاط بيملى وقتك وبيطورك. ممكن يكون كورس، ممكن يكون قراءة، بتحبي كتب معينة او بتحبي روايات معينة، بتحبي رياضة، بتشتغلي اي هواية بتحبيها، او حتى عناية بنفسك بشكل منتظم. المهم انك ما تبقيش عايشة في فراغ، لان الفراغ ده اكتر حاجة بتبوظ اي علاقة، وبتخلي الشخص الطرف اللي قدامنا التاني يحس انه مسؤول عن سعادتك بالكامل. ودي نقطة خطيرة جدا. اشتغلي على نفسك لو لسه في مكانك، طوري من يومك، خليه مليان بحاجات تعبر عنك. ساعتها اي علاقة هتيجي هتكون اضافة ليكي، مش تعويض لنقص جواكي. وفي الطاقة الجديدة دي خلي الاختيار المتبادل هو المعيار. يعني هو
بيختارك بالفعل بأفعاله؟ انتي مرتاحة مع ده؟ لما الإجابتين يكونوا ساعتها المسميات للعلاقة بتيجي لوحدها. ولو حاسة بتردد جواكي من أثر قديم أو من علاقة قديمة، خديها إشارة إنك تهتمي بنفسك خطوة كمان، لكن ما تاخديهاش إنه يكون سبب يوقفك عن استقبال الجديد. انتي مش بتستني حد يثبتلك قيمتك، انتي بتشاركي قيمتك مع اللي يستاهلها. أرجوكم لو لسه واقفين مكانكم اطلعوا، اعملوا اي حاجة، اعملوا اي تغيير في طاقتكم علشان تدخلوا في الطاقة الجديدة دي وتستقبلوها. بس كده، دي كانت طاقة النهاردة، وبتمنى لكم كل التوفيق، وهستنى كومنتاتكم وطمنوني عليكم. باي باي.